خرجت كنشطب لهذا ونسخر لهذا، اللي يعطيني درهم اللي يعطيني 10 ريال. واش من 7 سنين بديتي الخدمه ما قريتيش؟ كنتي انت اللي هازه داركم قبل ما تهزي وليداتك؟ كيخرجوا ولادي كيمشيو للمدرسه اولا شي حاجه كيبقاو يعيطوا لهم بطاطا مطيشه، كان احراج عندهم. تنقول لهم لا، واخا قالوا لكم نتوما فاخر ما كاينش شي دار اللي ما فيهاش بطاطا ومطيشه. يا ريت كنت هذيك الوقت غير شويه نفدي لي كل ما ضاع، نعطي عمري وحياتي وندير لي غير شويه من داكشي اللي كندير. داك الاب وكان اب صالح. ما كذبتش فاش قلت للمشاهدين انك انت هي المثال ديال المراه المغربيه المقاتله المحاربه. هكا دايرين الامهات ديالنا وهكا كنعرفوا المراه المغربيه. في عالم يمضي سريعا، عالم يمجد الصوره اللامعه ويخفي القصص الحقيقيه ديغيغ لي فيلتر، نحتاج لمساحه صادقه، مساحه تسمع فيها الحكايات كما هي، من القلب الى القلب. وفي بودكاست بلا فيلتر نسلط الضوء على شخصيات من وطننا العربي، شخصيات تستحق الاحترام، أشخاص قاوموا وناضلوا وانتصرت أرواحهم على قساوة الحياة. وفي أولى حلقاتنا غادي نبداو بشخصية مغربية صنعت الاسم ديالها بعرق جبينها. هي بائعة خضروات في الأوساط الشعبية، كتهز الأثقال، كتخرج في 4 ديال الصباح مع الرجال، وكتقاتل، كتواجه البرد الحر والشقاء باش تجيب رزق وليداتها حلالا طيبة. هي صورة حقيقية للمرأة المغربية التي تحارب الفقر، تتحدى الظروف وتحول الألم إلى أمل. خالتي حفيظة، مرحبا بك معنا وشكرا على قبول الدعوة. شكرا، كل فرح. أول سؤال خالتي حفيظة قبل ما نبداو هو تهضري لنا شوية على راسك وتعرفينا أكثر على شكون هي خالتي حفيظة. مرحبا، خالته حفيظه بائعة خضار معروفة الحمد لله في تيك توك، في انستغرام، في يوتيوب، ولا كيعرفني كبير وصغير، وفخورة براسي حيت انا الحمد لله هاد السوشيال ميديا بديتها غير بشي حاجة بسيطة وتشهرت، ولاو ناس المحبين ديالي بزاف كثار الدراري الصغار، وانا فرحانة بهذا الحب اللي عطاني سيدي ربي من عنده. خالتي حفيظة هضري لنا شوية على الطفولة ديالك، الصغر ديالك كيفاش كان؟ الصغر ديالي ما عشتش بحال البنات وهكا، ما قريتش اول حاجة، وثاني حاجة ما لعبتش بحال الناس، حيت كيفاش كانت في عمري 7 سنين وقع واحد البروبليم مع الوالدين وداك الشيء، يعني صافي تعاطيت باش نوجه راسي خصني نعاون الوالد ديالي. فاش كانت عمري 7 سنين الوالد ديالي كان مريض، من بعد فاش مرض صافي الفقر لعب واحد الدور خايب 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 بزاف، ما كلينا لقينا والو، وكنشوف با كيذوب نهار على نهار. واش من 7 سنين بديتي الخدمة ما قريتيش بمرة؟ لا ما قريتش. كنتي انت اللي هازة داركم قبل ما تهزي وليداتك؟ ضروري، انا اللي كنت هازه الوالد ديالي، لقاش الوالده كانوا عندها ديجا جوج، كان الوالده كانت مزوجه ووالده واحد جوج البنيات مع راجل اخر، ودوك البنات كانوا كيخدموا كيعطيو غير امي، هذاك راه غير راجل امهم. يعني انت اللي كنتي مهتمة بالأب ديالك وكتخدمي على ضروري. من 7 سنين؟ فيه الاب وفيه الصديق وفيه العمر وفيه الحياه وفيه كل مكان، هو الاب ديالي. خالتي حفيظة الدموع ديالك غاليين علينا. يا ريت كنت هذيك الوقت غير شويه نفدي لي كل ما ضاع، نعطي عمري وحياتي وندير لي غير شويه من داكشي اللي كندير. داك الاب وكان اب صالح وكان اب صديق ديالي الدموع بقوت. ديالك انا خالتي حفيظة غاليين بقوت، علينا. انا ما عنديش لا خويا ولا اختي، كان السند ديالي الكبير هو الوالد ديالي، اللي عنده شي والدين يتهلا فيهم، عنده الاب ديالو باقي في الدنيا يحاول يتهلا فيه ويرضيه. الله يرحمه، يا الله ربي يرحمه، والله يعوضك بالصبر، وزوين نشوفوا الحب ديالك ليه هو واخا ما معكش دابا الحب راه ديالي كانت كيحس بيك. كتوقف في الوقيته ديال الصيف، وكنشوف كاع الدراري الحومه خرجوهم خوتهم وخرجوهم، يعني خرجوا مع خوتهم وخواتاتهم وداك الشيء، وانا تنقول له با ما عنديش خويا، تيقول لي لا انا اخوك، ويجدني بكل داك الشيء. يعني فاش كان السيد لاباس عليه وداك الشيء كنا عايشين مزيان وكل شيء، فاش تبدلات الايه تصوري كيقول لي انا غنفدي لك اللي كل ما ضاع، ويخرجني، وكنقول له با انا ما بغيتش الفلوس ولا بغيت غير تخرج في جنبي حتى انا بحال الدراري الصغار، وديني غير فين ما ديتيني. كنكذب على الدراري، كيديني با لواحد الغابه ونجلسوا انا وياه شويه، ومن بعد كيجي كنقول له انا مشيت للبحر حتى انا رداني با، وانا ما مشيت حتى البلاصه. زوينه، مهم هو كان كيحاول باقل ما يمكن يفرحك ويعوضك على الحرمان من الاخ ومن الصديق ومن اي ما حاجه. كنتش حاسه كاع فاش كان هو ما كنتش حاسه، هذا هو الاب المغربي. ما كنتش حاسه كاع، ما كنتش كنعرف بانه راه واخا كان الفقر، كان الشجاعه، كان با الشجيع.
كان كل ما قلت في حقه قليل. يعني الشجاعة اللي كنشوفوا دابا هي بفضل الأب ديالك. بفضل الاب اي حاجه درتها، اي حاجه كنديرها مع ولادي بفضل الاب ديالي، هو اللي كان عاطي ديك القوه، وكان السند الرسمي ديالي، وكان الصديق، وكان الاخ، وكان كل شيء فيه. واش هو اللي علمك تخرجي تبيعي الخضرة ولا كيفاش بدات القصة ديالك لا، مع مهما هو البيع مرض د صافي، الخضرة؟ مهما هو مرض ما كنلقاش باش ناخذ له الدواء. كان هو ناعس عندنا في خميسات، ومن بعد غير صيفطوه واحد السبيطار سميتو مولاي يوسف. فاش هذاك مولاي يوسف ما كانش عندنا باش نصيفطوه، انا كان كيسحبني الرباط، كانت الطفوله ديالنا حنا ما كانش الوعي، الانسان امي ما كاينش الوعي، كيسحبني الرباط بحال فرنسا، بحال شي حاجه بعيده. خرجت كنشطب لهذا ونتسخر لهذا، اللي يعطيني درهم، اللي يعطيني 10 دريال. كنت كنهز قفه ديال الثقل، قفه ثقيله، المره نقول لها نهز معاك ونطلع على الدوزيام ايطاج ولا تروازيام ايطاج، وتعطيني ديك الدرهم ولا جوج شحال درهم. كان في عمرك؟ كانت 7 سنين. من 7 سنين من بديتي 7 سنين صافي بقيت المهم الحمد لله، يعني بقيت كنكابر، واخا كنجيب غير اللي جبت الوالد ديالي ونجمع عاوتاني نعطي للام ديالي، كنقول لها كيسيري عند با شوفيه ما ماده الرباط. ما كنتش انا كنقدر، كنقول لك النهار اللي غنضيع خصني انا نجمع فيه باش نلقى ما نعطيك باش انت تمشي عنده. وكنت باش كنحاول نجيب ديك الخضيره كنعمر ميكا، ديك ميكا كان ديال درهم شحال هذه كبيره، كنعمر فيها الربيع، وكندير فيها خضيره من الفوق، وكندير راسي راني متقله باش ندخل قدام الجيران، انا هو حافظ اللي مدخل على مول القفه. يعني ما كذبتش فاش قلت للمشاهدين انك انت هي المثال ديال المرأة المغربية المقاتلة المحاربة، وهكا دايرين الامهات ديالنا، وهكا الحمد لله. كنعرفوا المرأة المغربية كتقاتل تجيبها من فم السبع على قبل دارهم وعلى قبل ضروري وليداتها. ضروري ضروري، اي حاجه تصوري كان بحال دابا شي واحد كيجيب شي طوموبيل كبيره باش ينزل دوك السنارق، تنقول له العافاك داك الشيء اللي غتعطي لداك السيد، عطيني غير النص ديالو وانا غنزلو لك ونقادو لك، عطيني داك غير نص من داك الفلوس اللي بحال دابا مثلا 20 درهم، تنقول له عطيني غير 10 دراهم انا غنزلو ونقادو معاك وما تخلينيش بلا. تيقول لي لا انت باقا صغيره، انت ما غتقدريش على هذا الشيء، انت راه بزاف عليك هادشي. كنقول له لا راه غنقدر، راه غنعجبك، واخا تشوفني صغيره راني غنتقاتل مع هادو ونجر الصندوق بشويه ونبقى نتقاتل وندوز من فوق تحت منه ونضربو على الكتف ونحطو غير بشويه باش نحاول مره اخرى يعيط ليا، ماشي نشتت له السلعه ولا شي حاجه. واش عاقله على اول نهار خرجتي تخدمي فيه؟ عاقله عليه. عاودي لينا شويه على داك النهار. اول نهار غنخرج نخدم كنت شريت 5 ديال الدراهم د الحمص، تما كان كيلو، كاين شي كيلو ونص، كان شي 3 دراهم ونص الكيلو الحماص، شريتو كنديرو في ميكات. شوي شوي مشيت لواحد العروبيه ولقيت النبق وكنحطو حتى داك الحمص. من بعد داك الحمص ولات عندي بحال قلتي، ولات عندي ديك 20 درهم، كنمشي نشري 5 قزبور 5 معدنوس، وكنشدهم وكنقادهم ونبقى نعيط قزبور ومعدنوس 2 ب10، قزبور ومعدنوس 2 ب10. ها النبق، ها الحمص فازق اللي بغى يدير الحريره، وإلا بان لي شي واحد عاود يهز معاه نهز معاه، كنقول شي واحد رد لي البال هذا الشيء انا غادي نجي. وفعلا داك النهار فاش صورت ديك 10 دراهم راه نهار كبير عندي. يعني بديتي براس مال صغير. قليل قليل قليل، قولي والو كاع، غير ربي تبارك وتعالى يسر. وكنقول اللي بغى يوصل شي حاجه خصو يصبر. خالتي حافظة انت صبرتي وتقاومتي وتقاتلتي، والخدمة ديالك شريفة وفوق راسنا كاملين، ولكن للأسف الشديد كاينين واحد الناس، واحد الفئة في المجتمع ما كيرحموش، وليداتك في الصغر كانوا كيتعرضوا للتنمر بسبب الخدمة ديالك اللي هي شريفة. كاينه عاودي هذه. لينا على هاد انا براسي القصة فاش شنو كنت طرا. صغيره كنت تنمر بزاف، تيقول لي وشوف هاد الصغيره هذه وخارجه لهنا واش ما عندهاش والديها. راه ما كيخرجوش الوالدين سوا كانت عندهم شي ظروف خايبه باش كيحاول كتكون عندك ديك النفس وديك الحماس باش انت ترضي والديك. وبالنسبه لولادي كانوا باش كيخرجوا ولادي كيمشيو للمدرسه او شي حاجه كيبقاو يعيطوا لهم بطاطا مطيشه، كان احراج عندهم. تنقول لهم لا، واخا قالوا لكم نتوما فاخر، ما كاينش شي دار اللي ما فيهاش بطاطا ومطيشه. راه هما كيجيو عندنا وكيشريو منا وكياكلوا حتى هما بطاطا ومطيشه، ما تضركش. في الاول كان ولادي كتجيهم حاله صعيبه ويجيو كيبكيو، ونمشي كنقول لهم لا حشومه. شد مثلا داك الدري اللي كنقول له ولدي لا حشومه، راه خصك تحترم، راه خصك هذا. والمهم كنبقى نرضي القلوب ما نمشيش زعما نخدم مع الدري العنف وداك الشيء. هي هذيك، وغدا الوقت وكتغير الحمد لله. خالتي حفيظة، إحساسك وانتي مثال ديال المرأة المغربية اللي كتقاتل في خدمتها، خصوصا أن الميدان ديال الرجال. بالنسبه فاش كتدخلي السوق اول مره كتلقاي مشكل كبير. من الخضارة. اه
في الخداره واحد باساجي جا كيبغي يتنمر عليك، كيبغي يلوح لك شي هضره اللي ما كايناش، يشد بالعاني يدفعك باش انت تدابزي معاه، ولكن كنحاول نتفادى. واش هادشي غير حيت انتي مرا؟ ضروري. وسيرتو انا في ذاك العصر ديالي انا كنت انا اللي مرا، اما دابا الحمد لله لا ولاو شويه العيالات. ماشي بحال داك الشيء. شحال هادي تصوري بنت باقه صغيره، ما بزاف د الحوايج يعني يجي واحد يقول لك لا راه خصك انت ماشي خصكيش تبيعي هنايا، راه خصك ديري شي حاجه اخرى، بزاف د الهضره. وتا الهضره اللي ما صالحاش سمعناها وصرتناها بجغماد الماء. شنو هي اكثر كلمه سمعتيها واثرات فيك شي نهار وانتي خدامه؟ كان واحد النهار جا واحد السيد كان عقل، هو يقول لي انت ما خصكيش تبيعي هنا، قال لي كلمه خايبه ما خصنيش نقولها، وبقيت كنبكي وكنت وانا نقول له جاوبته، قلت له كون بغيت هذا الشيء ما غنوضش نبيع ونشري. هاد الخدمه الشريفه والتجاره وصى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. الصلاه والسلام. قلت له انا ماشي من داك النوع، هي هذيك. ومشيت ما يعني ما سمحتش في حقي، مشيت للبوليس وجبتهم ليه وقلت له كلمه خايبه. قلت له داك الكبير، المهم انا ما عرفتش داك الضابط الكبير، قلت له ها شنو قال لي وشنو قال لي، وتا داك الضابط شد لي حقي جزاه الله بالخير. هادشي باش زوينه بلادنا الحمد لله. بلاد الحق والقانون الحمد لله. الصراحه. ويقول له لا، ويقول لي داك السيد كان عقل عليها، والله العظيم الا كان عقل عليها بحالك. قال لي شوفي نهاري هذيك شي واحد او لي يقول لك شي كلمه خايبه عاود يجي ما تسمحيش في حقك. وفعلا من ذاك النهار عطات عبره لوحدين اخرين باش جات هزاتو ديك الطونوبيل اللي كيهزوا بها بحال ستافيت كيهزوا بها، هزوه داو وكيقول لي وتيضربوا بحال هكذا. كان ديك الوقيته كيضربوا تيقول لي واش قلتي لها؟ قال لي قلتها لها. قال لها علاش ما تقول لها سيري انت برافو عليك كتبيعي وتشري وهذا وهذا. من ديك الوقيته عطى عبره لبزاف د الناس وما بقى حتى واحد كيحاديني، واللي كيقول لي شي حاجه كنقول له راه غنمشي عاوتاني نجيب لك البوليس. الحمد لله. وحق الله بلادنا، حق بلادنا شنو نقول لك، حق بلاد الحق والقانون والمخزن فوق راس اي واحد. ورضات الوالدين واقفه معاك. والحمد لله ورضات بويا واقفه معايا. ربي يخليها لك. خالتي حفيظه، بغيتك دابا تهضري لي شويه على كيفاش تشهرتي في مواقع التواصل الاجتماعي، كيفاش بديتي، واش الفكره كنتي خادمه عليها ولا غير طرا شي فيديو عفوي وتشهرتي؟ انت تبارك الله محبوبه عند الجماهير وواصله لقلوب الناس بزاف. انا ماما كتحماق عليك، العائله كلها، كلشي ما كاينش اللي تقولي لي خالتي حفيظه اليوم وما يعرفكش. شكرا. كيفاش بدات القصه ديالك في مواقع التواصل الاجتماعي؟ القصه السبب هما ولادي. كان عيد الام وانا كنت خدامه ما باغيش، زعما كنقول لا ما خصنيش نمنك حتى نهار العرضي ولادي. كتقاتلي مع الكرا ولا ما وضو، حنا غير كاريين، انا كاريه الحانوت كاريه الدار، فهمتيني. ديك الوقيته الفراغ ما كنديرهاش انا. هي هذيك جا ولادي قال لك على فاطمه الزهراء راه غادي واحد السيد غيتقدم لها، يلاه تمشي ماما معنا، راه ما بغاوش يجيو للدار، عرفونا غير الناس دراوش داك الشيء، راه غيهضروا معنا غير في قهوه حتى تكون شي حاجه بصح ويجيو. وفعلا نيت مشيت غير بحوايج الخدمه لواحد القهوه كبيره. اول مره كندخل ديك القهوه تصوري انا فاش دخلت راسي ما عمري دخلت لشي قهوه، ما عمري جلست تما. فعلا داك السيد جزاه الله بالخير دار الخاطر لوليداتي وعطانا واحد البلاصه زوينه ديال الحفلات وداك الشيء. فاش ندخل بحال هكا لقيت ديك لاطارت ديال عيد الام، فرحانين بك وبقاو يتجمعوا وبقاو كيبكيو كاملين الصراحه، كلهم بكاو وبقاو كيعنعوني. قال لي ماما انت عمرك ما احتفلتي بهذا عيد الام، عمرك حسيتي بشي حاجه ديال الفرحه؟ وفرحوني وليداتي. ومن بعد حطوا وليداتي داك الفيديو، وداك الفيديو هو سبب الشهره. هما كانت النيه ديالهم حسنه والله ما كان انا حفل بالله. والله وليداتي ما كانوش قاصدين، زعما راه هما اللي غادي ديك البلاصه اللي غادي دير لنا الشهره. صافي حتى انا داك الفيديو هو يطلع تبارك الله بزاف. صافي وبقينا يعني كنديروا فيديوهات حتى طلعنا عفويه، والوجه ديالك والطيبوبه ديالك دخلوا البيوت المغاربه وعجبتيهم. الله يسهل عليهم. وشكرا للمغاربه كاملين، شكرا اللي كنشكرهم بزاف والله. واحد من وليداتك في واحد الفتره حرق اخوه المغرب، عاودي لينا شنو عشتي. هذيك عاوتاني قصه اخرى وما تنسالياش. مهما كيشوفني ولدي معذبه، كيزدوي كيتعذب اكثر. وما في الاول كان ما قاليش ماما غنحرق ولا شي حاجه، قال جمع واحد البركه الفلوس كان كيبيع ويشري، جمع واحد البركه الفلوس وقال لي غنمشي ماما بغيت حتى انا نمشي لتركيا، وربما نلقى شي خدمه، ربما نلقى شي حاجه باش نحيدك ماما من هاد التماره. وانا ما بغيتش يمشي،
عرفتي تصوري تقريبا شي شهرين ولا ما تمشيش امي ديالي غير كتحدايا امي ديالي ما تمشيش حدايا. المهم هي هذيك ناض عيدنا نهار شي 5 أيام مور العيد مشى بقيت كنهضر معاه بحال هكا حتى لواحد النهار تيقول لي ماما راني غادي نحرق دعي معاه. ما تصوريش خالتك حافظه كيفاش كانت واحد العذاب، ما كنعاش ما كناكلش ما كنشربش غير كنجلس فواحد البلايصه في السطح بالليل والنهار الماء والدموع الماء والدموع الماء والدموع حتى يعني شد واحد الطريق شد واحد المسافه وانا معاه حتى تقطعات الياس ديالو. شحال كان في عمرو؟ كانت في عمرو شي 23. خالتي حفيظه شنو نصيحتك للشباب المغربي اليوم؟ بزاف ديال الدراري كيفكروا في الحريق، كيلقى قرا ما لقاش خدمه ما لقاش داكشي اللي باغي يدير في حياته، كيبان ليه الحل هو الحريق. شنو تبغي تقولي ليه اليوم؟ انا ولدي نقول لك الا الحريق. جلس ولدي في بلادك وجلس حدا والديك تاكل اللي قسم الله حتى النهار يجيب الله. الا بغاتك ديك اوروبا راه غتجي واحد النهار، الا بغاتك ديك اوروبا واحد النهار غادي تجيك ان شاء الله مفاجاه، وربي تبارك وتعالى غادي يسر فيها. اما باش تمشي تغامر بحياتك وحياه والديك، ربما تمشي ترجع ما تلقاش امك، ربما تمشي ترجع ما تلقاش باك. والوالدين غير من هذا الحريق كامل. وحتى المغرب ديالنا الا حاولتي كيفاش تخدم وتوصل راسك راه غادي تعيش. اما بالنسبه للحريق انا نكذب عليكم ما فيهش الخير. سي محمد مشى تكرفص واحد التكرفيصه اللي ما عمر تكرفص شي واحد. تصوروا كيشرب الماء من ديك المرجع، تضرب كلا الحصى تكرفص جا مريض هددوه بزاف ديال الحوايج. الحريق بالنسبه للشباب الله يرضي عليكم وليداتي كنترجاكم كاملين كاع الشباب الا الحريق راه ما فيهش الخير امي ديالي، وكتخليو الوالدين معذبين. راه ماشي نتوما مشيتوا تحرقوا، راه حنا اللي كنتحرقوا في قلوبنا. خالتي حفيظه، هاد الولد هذا اللي هضرتي لينا عليه وعاودتي على الحرقه ديالك ملي حرق، اليوم عنده واحد الرساله باغي يوصلها ليك، هاكي شوفيها. الوالده انت هي احسن انسانه في حياتي، وانت هي الشخص اللي ديما كيكون واقف معايا في جنبي، وانت هي الضوء اللي كيضوي لي حياتي. فاش كنوقع في شي مشكل او لا كتضيق بيا الدنيا، انت اللي كنلقاك في جنبي وانت اللي كتنوري عليا الدنيا. كنبغيك الوالده، واهم حاجه في الدنيا هي انت، ورضاك هو اللي مغطي عليا بزاف ديال الحوايج. وكنتمنى اني نفرحك من هنا قدام، لحقاش ما خليتي ما درتي على ودي في هذه الحياه، وانا ما كرهتش نرد لك المقابل، وكنبغيك بزاف بزاف. والله يخليك لينا، لحقاش انت هي احسن ام في العالم. شنو تبغي تقولي لمحمد؟ قولي الله يسهل عليك ولدي والله يرضي عليك، والله يجعل ربي داك الشيء اللي في قلبك واللي في نيتك توصلوا ان شاء الله. وكاع الشباب اللي كيبغي يفرح والديه راه كيفرح واحد النهار. خالتي حفيظه ما بغيناكش تبكي، هاد الفيديو هذا باش تفرحي وتضحكي. نشوف وليداتي ما باغييناش نضرب هاد التماره اللي كنضربوا، ولكن ما عندهم جهد واحد النهار يسهل. داكشي اللي كديريها كنقول. حلالا طيبه، ما كديري حتى شي حاجه اللي خايبه، بالعكس انت كنعيا راكي وكنقول كتشرفي واحد المغاربه النهار كاملين. كنصبح عيانه وكنقول لا خلينا نوض على قبل ولادي، نوضي حفيظه كابري وقفي ما بقى والو. غدا ان شاء الله غتفرج، بعدو ان شاء الله غتفرج بحال هكا عايشه خالتك حفيظه. الله ديال العيشه يخليهم. ديالي الوحيده اللي هي الله يخليهم لك اخاتي يلا. حفيظه، والله يخليك ليهم، تبقاي وكون ديما ما في هما ما كتافهم. عرفت شنو غندير في راسي، ما عرفتش. الولاد هما اللي عطيني التنفس وسيدي ربي. الله يخليهم لك اخاتي حفيظه. اخاتي حفيظه مسحيت هكا شويه عليك، ما بغيتكش تبكي، انا بغيت نفرحك، بغيتك تشوفي وليداتك شحال كيبغيوك وشحال فخورين بيك وهازين راسهم للسما حيت انت هي ماماهم. انا فرحانه بهاد الوليدات اللي عطاني الله. الوليدات هو واحد المنصب عطاني الله، مفتاح الفرج هما وليداتي. خالتي حفيظه ما عندكش غير وليدات، عندك واحد البنيه غزاله زوينه، عندي 2 وليدات و2 بنيات، واحد البنيه سميتها فاطمه الزهراء، هذيك العمر والحياه. وحتى هي راه قالت لك واحد الحاجه. ماما حبيبه ديالي العمر ديالي نتيا، كنحماق عليك. ما غنساش الوقفه ديالك نهار وقفتي معايا، العالم كله تخلى عليا الا نتيا ما سمحتيش فيا. نهار تعصبت وتشللت بالاعصاب، شهرين وانتي كتعاني معايا وما سمحتيش فيا. بغيت نقول لك كنحماق عليك وكنموت عليك بزاف. الله يخليك لينا ماما ديالي. شكرا فاطمه زهرا بزاف. فاطمه زهرا اللي قلتو في حقها قليل. فاطمه زهرا هي الام ديال وليداتي،
الأخت والأم كتلعب الأدوار كاملين. الوقيته فاش كيحسوا هما بالفراغ أنا ما كايناش كتقول لهم أنا هي ماماكم. فاطمة الزهراء فاش كانوا خوتها صغار كانت هي السند الرسمي ديالي، نجي نلقاهم مبدلين، نجي نلقاهم دارين نقية، نجي نلقاهم أي حاجة، كانت هي الأم الثانية واخا أنا ولدتهم هي رباتهم. وفاطمة الزهراء كنشكرك بزاف هي اللي من هذا المنبر، وكنشكر وليداتي كامل، كنشكر سكينة، كنشكر أحمد، كنشكر فاطمة الزهراء، سي محمد، كنشكر وليداتي كاملين حقاش وليداتي ما لعبوش بحال الناس ما خداوش الحريه ديالهم. كان من تما كيجي واحد كيتعاون مع الاخر وواحد كيربي الاخر. سيرتو فاطمه الزهراء هي الكبيره، كانت هي الام الثانيه. الا ما كنتش انا كاينه فاطمه الزهراء، والله يخليكم ليا كاملين. خالتي حافظة، زوينة العلاقة اللي كتجمع بينك وبين وليداتك. شنو تبغي تقولي اليوم للشباب باش يتهلاو في والديهم؟ فاصل الكاميرا عطيهم شي نصيحة باش يحافظوا على الأم والأب. بالنسبه للشباب الله يرضي عليكم ويسهل عليكم، تقربوا لوالديكم. احسن حاجه هو تكون صديق للوالدين. احسن حاجه هو اي حاجه ضراتك تقولها لوالديك، حقاش الا قلتيها لوالديك ما غيخرجوهاش على برا، واذا قلتيها لناس اخرين غادي يعايروك بها. وتا بالنسبه حتى للامهات عافاكم، اما الصديقات ديالكم راهما وليداتكم، قربوا لوليداتكم باش يقربوكم. بحال انا دابا ما عنديش سميتو شي حد اخر، وليداتي وبس. بغيت نعاود غنعاود ليهم، بغيت نتناقش انا وياهم غنتناقش وغدا غنتصالحوا، ولكن الا عاودنا الناس اخرين كلشي غيولي عايرنا بداك الشيء اللي قلنا لهم. والله يجعل ربي يسهل عليكم الشباب، حاولوا تقربوا لوالديكم. احسن نعمه عطاها لنا الله راه هما الوالدين. تبارك الله عليك خالتي حافظة، شكرا والنصائح ديالك ما كنشبعوش شكرا منهم. الله يسهل عليك. انا عارفة عندك واحد النقطة ديال الضعف اللي هو اكثر حاجة كتبغيها في الدنيا اللي هو باباك. هضري لنا شوية على كيفاش كانت العلاقة ديالك معاه، كيفاش كان كيعاملك، كيفاش كنتي كتحسي بلي راه بصح كيبغيك. الاب ديالي انسان حنين، انسان قلبه كبير، انسان ما عمر با انا في حياتي ضربني ولا حط عليا يديه. فاش كان الاب ديالي قبل ما يمرض وقبل ما يموت وداك الشيء، كنت كنحس بالدنيا كامله. شدني من يديا تيساريني ما يخلي ما يدير ليا اي حاجه، تيقول لي كاين لي انا اخوك، انا صاحبك، انا الاب اللي عطاك الله. ما انا كانوا الناس لاباس عليهم وكيغيروا من الاب ديالي حيت ديما انا معه. الصديق كيما اللي قلت في با حق صراحه. بغيت ربي يكون كان باقي في الحياه نقص من عمري ويزيد هو. يا ريت كون كان با باقي، يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يشوفنا هكايا، ويشوف الناس كيف قداش كتبغيني، وتشوف الناس قداش كتحبني، ومتابعين ديالي كيبغيوني. يا ريت باكو كان هكا، حقاش با كان تا هو سبحان الله كان محبوب. فاش كانوا وليداتي صغار كيلقاو وليداتي هكا كيلعبوا مع الدراري الصغار ما يقدرش يفرق ما بين هذا وهذا. داكشي اللي عطى الوليدات كاملين خصو يعطيه لهم كامل، تيقول لي كلهم وليداتي. وديك اللي راه زرعتها من با ماشي من امي. علاش ديما كان كيقول لي اللي لو كان على واحد النهار كان الصهد وكان زلزال، كانت تما عندي الحانوت وكنت ناعسه على الركبه ديالو، ويجي زنزال وتزعزعت الارض وانا ما حسيتش. تاسال داك الزنزال وداك الشيء وتجوق والناس وتنوضني غير بشوي تيدير لي يلي ما حسيتي بوالو، ما تخلعتيش. كنقول لا با ما عرفتش انا شنو كان. ويقول لي لا اللي راه جا الزنزال، وكنقول يا ربي ما يكونش داك الزنزال، نوض حافظه باش ما تخلعش. اي اللي هي واحد الكلمة بالشلحة ياك؟ عيد لي واحد الكلمه بالامازيغيه. اها. هي بنتي الحبيبه ديالي القريبه ليا، حقاش فاش كتعيطي مثلا شي سميه اجا خديجه ولا هكاك كتجي شويه ناقصه. هو كيفاش كنقول لهم انا بالنسبه ليا اي اللي نوضي ديري لي هذيك، كتنوض بلا خاطرها بروده، يعني راه قلتها لها بحب. دابا عرفنا منين كتجي السر ديال اي اللي كتقول لنا خالتي حافظة في كاع الفيديوهات. وإمازيغن عندهم هذه اللي كبير. علاش؟ حيت كلشي يعني اي واحد كيهضر مع وليداتهم ما كيقول لي اجي فلان ولا فلان ولا فلان، تيقول لي ويلي ديري لي هذيك. حنينة حنينة هاد حنينه السمية هادي. خالتي حافظة، واش عندك صحابات؟ صحابي هما ولادي، صحاباتي بناتي وصحابي ولادي. علاش ما عندكش صحابات؟ ما بقاتش شي صحبه ديال بصح تقدري يعني داكشي اللي في دارك تخرجوا لك سرك على برا. انت كتدخليها لدارك بحسن نيه وتدخليها لدارك وتعاودي لها شنو وقع ليك وهذا فعلا كتلقاي داكشي خارج على برا. واضطريت نتفادى، ما عنديش صحابي هما ولادي وصحاباتي هما بناتي. بزاف ديال البنات دابا
والوليدات خصوصا في سن المراهقة كيتصاحبوا مع رفقاء السوء كيخرجوهم على الطريق. خرجوهم. فاصل الكاميرا شنو تبغي تنصحي هاد الوليدات هادو؟ بالنسبة للبنيات الله يرضي عليكم، ملي تشوفوا شي وحدة شادة طريق الله بقاو مصاحبينها، منين تشوفوا كتخرجكم لشي حاجة خايبة ما عندكم ما ديروا بها. علاش؟ راه بنادم راه كيبغي يضحك عليك، كيبغي يتشفى فيك وكيبغي يطيح قيمة والديك ويطيح سمعتك. وإلا تبعتي طريق الله غادي توصلي، وإلا تبعتي طريق اللي ما كتخرجش ما غاديش توصلي ليه. وبالنسبة حتى للشباب، كاين واحد الشاب تيكون مثلا بلي تيقول للدري اجي غير دوق، اجي غير شوف، اجي راه هادشي ينسي المشاكل وهذا كاع ما تبع طريقه. وليدي الله يرضي عليك، اللي جرك للدين، جرك للجامع، جرك للصلاة، جرك تقرا القرآن، جرك لشي حاجة د المعقول سير معاه. واللي جرك لشي حاجة خايبة قول ليه اسمح لي حتى نجي. خالتي حفيظة، انطلاقا من التجربة ديالك في الحياة، في الزواج، البنات والولاد دابا ما بقاوش عارفين شنو هما المعايير باش يختاروا الزوج ولا الزوجة الصالحة، وكل شي تلاف ولاو الماديات الفلوس. البنات كيشوفوا بزاف د الحوايج وما كيعرفوش شنو هي الحقيقة اللي من وراء الزواج. شنو نصيحتك للبنيتات؟ بالنسبة لي للزواج تيقول واحد المثال قالوه جدودنا ووالدينا، قالك خديه بدراعو ما تاخديه بديالو. الا خديتيه بديالو يقدر يسالي، الا خديتيه بدراعو ديما يبقى خدام عليك. والانسان ما يشوفش المظاهر والفلوس والطوموبيلات وداكشي، يشوف الحياة السعيدة، ويشوف الحياة اللي غادي تعيشي معاه مرتاحة، ويشوف بعدا مدخل عليك اي حاجة بسيطة ويضحك معاك ويعطيك وقت ويواسيك في الخايبة والزوينة. راه هذاك هو الزواج النية. تبارك الله عليك خالتي شكرا. حفيظة، كان بودكاست زوين معاك، بكينا وضحكنا شكرا لك وعطيتينا نصائح قيمة وكبيرة شكرا بزاف. شكرا بزاف. قبل ما نساليو هذا البودكاست عندي لك سؤال أخير. اليوم شنو هي الأمنية ديال خالتي حفيظة؟ أمنية خالتك حافظة، أمنية خالتك حافظة ديما معاها، وديما كنشوف راسي واحد النهار إن شاء الله غادي نمشي لبيت والله شي حجة. هذا هو الحلم ديالي، الحلم لا ديالي لا الوحيد. يحرمك منها. فاش كنشوف هكا في التليفون مثلا شي واحد شي فيديو بحال هكا في الحج وداك الشيء، كنقول يا ربي رزقني حتى انا من داك الرزيق اللي نكون حتى انا في ديك البليصه ديال مكه المكرمه. يا ربي تسهل على كل اي ام الحلم ديالها في ديك البليصه، الله يسهل عليها. لا لا يحرمك منها والله يا يوصلك ربي لذاك آمين. المقام يا يا ربي ربي امين. آمين. الام حقاش مسكين كان كيجي واحد الراجل وكنقولها له، واحد الامام الله يرحمه، كان كيجي وكنقول له عمي الحاج مشيتي لبيت الله؟ تيقول لي مشيت. تنقول له انا واحد النهار ان شاء الله غنكون تما. وتيقول لي مسكين هذا المثال، تيقول لي المكافحه على الولاد بحال الحج والجهاد. ما شاء الله، ولا لا يحرمك من هذا المقام يا والله ربي يوصله امين. لك الله يوصلك ليه ان شاء يا الله يا ربي امين. ربي. شكرا. قبل ما ندوزو للنهاية، خالتي حفيظة، واش عندك شي كلمة أخيرة تبغي تقوليها للمشاهدين؟ انا امازيغيه وحاولت ندخل الكلمه ديالي اي اللي حيت انا فخوره بامازيغن ونسن امازيغيه ريفيه قح. وتحياتي للمغاربه كاملين، وشكرا شكرا شكرا بزاف، وشكرا لهذا الاستديو، شكرا على الناس اللي شرفونا. وخالته حافظه ما تديوش عليها، راه اول مره كتجينا ستريس وهذا الشيء اللي كاين. شكرا لك بزاف بزاف على العفوية ديالك، على الطيبوبة، وحيت سافرتي من مدينة لمدينة باش تجي عندنا اليوم. كان شرف كبير ليا نتلاقاك. وحتى نتوما مشاهدينا شكرا لكم على المشاهدة، وإن شاء الله تسناونا في بودكاست جديد مع قصة جديدة وضيف جديد.